هنعمل فولية زي محلات حلاوة المولد الكبيرة بمكونات بسيطة جدا، والطريقة مفيش أسهل من كده. هنجيب ربع كيلو من السوداني المحمص من المقلة، وأنا هبدأ أحمصه، أهم حاجة ما يكونش مملح. هحط ربع كوباية من المية ونص كوباية من السكر، حطيتها في النص كده زي ما انتوا شايفين. هحط معلقة كبيرة مليانة من عسل جلوكوز، وبعدين هشغل بقى النار على الخليط ده وهسيبه كده يغلي، ويبدأ بقى تظهر فقاعات عندنا كتير جدا. النار تكون هادية تحت الخليط ومقلبش بمعلقة نهائي. هحط ذرة ملح، وهحط كمان ربع معلقة صغيرة كربونات. امتى؟ لما الخليط بتاعنا ده ياخد اللون الذهبي الغامق درجة. وبعد كده هنحط بقى المكسرات بتاعتنا سواء اي نوع انا بعمله، وهقلب الخليط بتاعنا كله على بعضه كده وهو لسه سخن وما قفلتش النار. اول ما يتكون عندي كتله هبدا اخرجه وهقفل النار عليه. هخرجه على مفرش سيليكون مدهون دهنه زيت او كيس حراري مدهون دهنه زيت كويس جدا، والمعلقه تكون مدهونه دهنه زيت، والسكينه. هبدا اسوي الخليط بتاعنا واقطعه، وبعد كده هبدا اقسمه كده والتقسيمات اللي انا عايزاها والحجم اللي انا عايزاه. هنسيبها بقى تبرد خالص خالص على سطح مستوي علشان هي بتاخد نفس الشكل اللي محطوط عليه. بصوا بقى شكلها حلو جدا، هتتكسر معانا بايد واحده، عمرها ما هتقفش في الاسنان ابدا ولا هتكسر اسنانكم. ان شاء الله هتتبعوا نفس الخطوات والمقادير في اي نوع من المكسرات وهتنجح معاكم 100%.